حاجات ما تعرفهاش عن فيلم من 30 سنة. الفيلم اتصور في 8 أسابيع وتكلف 25 مليون جنيه وعمل إيرادات 23 مليون جنيه في مصر بس. في مشهد غرق في الفيلم المنتج قال إنه اتكلف لوحده مليون و500 ألف جنيه واتصور في إنجلترا. وفي المشهد المفروض إن الممثلين نور وميرفت أمين وأحمد فؤاد سليم يبقوا جوه العربية والعربية غرقانة في المية، والعربية دي كانت معمولة للمشهد مخصوص، وبرغم إن هي غرقانة في المية إلا إن العربية نفسها مفيش جواها مية، المفروض إنها معمولة إن البيبان بتاعتها ما تفتحش. بس في المشهد شريف منير كان بيحاول يفتح باب من أبواب العربية، في منهم باب اتفتح بالغلط، كانوا الممثلين اللي جوه العربية هيغرقوا. في كلام اتقال ان محمد رمضان كان هيشارك في الفيلم بس حصل خلاف بينه وبين السقا، بس السقا طلع ونفى الكلام ده من قريب. انت فعلا فيلم من 30 سنه كنت ماضي انت ومحمد رمضان؟ لا 30 سنه اللي عملوه هم يعني احنا اللي عملناه. انا طبعا ليا الشرف ان انا اشتغل مع محمد زميل واخ اصغر وحبيبي، يعني مفيش بيني وبينه اي مشاكل. فيلم كان اسمه في الاول هتقتل 9 بس غيروه خلوه من 30 سنه، بس انا شايف ان هتقتل 9 كان احلى الصراحه. بس كده، ودي كانت